تكلف لك الاوريجينال. هذه السيارة اللي قالوا عملناها قطايع بيعوا فيها، وهذا كله مبني على الهواء ولا غالب. احنا نجم نقولوا علينا برشا حاجات، اما كونه عندنا الغباء السياسي ما نظنش. وثم هذوما صحفيين زاد مرموقين، انا منهم صحفي اللي يتكلم على هذا انا عندي ليه تقدير كبير، لانه رجل عاقل ويعرف. ولكن اش باش نقول لك، توا في عود الكلام بالمشاكل تاع تونس وبالبطاله وبالفقر وبالتهميش وبالتنميه، بالله يتلهاو باللي يهم تونس، ما تلهاوش بالامور هذه وما تلهيوش الشعب بالمشاكل الفارغه. على كل حال ربي يقدر الخير وربي يهديهم، وان شاء الله هذا يكون درس بالنسبه للحاجات اخرى. يعني هاكي تفضل هيك ضيفه تعمل كيف اللي يحبوا يجيوا يعملوا طله يتفضلوا. وحتى بتاع الصحافي الممتاز هذاك علاش ما يجيش لهنا؟ في ثم عندهم اشاعات، ثم رئاسه الجمهوريه يعملوا له تليفون لا يقعد يورطوا في روحهم وتوا هاو انا تجبرت باش نقول لكم راكم خارجين على الموضوع. شو مش باهيه هذه، ومش باهيه لتونس، ومش باهيه ماشي تاع مستوى تونس اللي توا ماشيه في تمشي ديمقراطي واللي العالم اجمع يشكر فينا. نمشيو نبداو نقصوا من امورنا هكا، نستنقصوا ونشكوا في التسيير تاع البلاد. إذا كان احنا ما نجموش نحافظوا على أمور كيف هذه، ما كيفش نحافظوا على أمن تونس وعلى مستقبلها وعلى تنميتها وعلى من كذا. على كل حال إن شاء الله يعني ما عادش تعاود الحكاية هذه. هاو سيدي هاو المسألة هذه أنا تجبرت باش نجي لهنا، خاطر ما نحبش الشعب يدخل في مخه اللي رانا الناس اللي يسيروا فيه عندهم غباء سياسي. عندنا برشا حاجات، أما الغباء السياسي ما نظنش معناها ممكن يقولوه الناس اللي نحن. بارك الله فيكم.